إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ده كان عن الجهاد في سبيل الله في أرض معركة، وإحنا في معركة ضد العلمانيين. وادينا شفنا خالد يوسف بيتكلم إزاي. العلمانيين ما بيكتموش، بيتكلم بكل صراحة. هي معركة مع الدستور. إيه الدستور بالنسبة له؟ إن يبقى تبقى هوية الدولة فيها إسلام. أدي الكلام الواضح. النهاردة لما تقرأ في سورة الصف إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، مش بنيان متمزق. يعني الفيسبوك ده والله العظيم ربنا يحرقه. الفيسبوك ده من كتر اللي الواحد بيقعد يقراه خلاص أعصابه باظت. مفيش احترام لأي حد، يعني مختلف مع حد على طول تخيل واحد بيكلم مهندس خيرت الشاطر، اتفقنا او اختلفنا قلنا تاني مع فكرة الجماعة، يقول له يا خاين يا عميل. خيرت الشاطر خاين وعميل؟ يعني انت كنت قاعد لسه بتحب بنت على الانترنت من سنة ونص ولا سنتين، وهو معتقل في السجون ومضطهد من النظام بجرة قلم، انت وحبيبتك خليته خاين وعميل؟ ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش. والهجوم الكاسح على الشيخ حازم في موضوع بخصوص جنسية والدته، الله يرحمها ويتغمدها بوافر الرحمة، كانت سيدة فاضلة أعرفها كنت عن قرب في أكثر من مشهد. لكن إيه النهاردة هنشتغل ونفضل شغالين ولا الورق اتنفى، لا الورق اتقبل، لا أصل أمريكية، لا ما كانتش أمريكية، وعمرو أديب يطلع يجيب لي من على الإنترنت كأن الإنترنت ده هو يعني باب التوثيق، يجيب جواز سفر ويقول يا سيدي سيب السفارة الأمريكية نفسها هي اللي تقرر.